ملك محمد السادس هذا الأسبوع قام بزيارة رسمية للإمارات بدعوة من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ووقع الملك ورئيس الإمارات إعلان مشترك تحت اسم نحو شراكة مبتكرة وراسخة. هذا الإعلان كيضم مجموعة من الاتفاقيات والشراكات في مختلف المجالات واللي غتعطي دفعة قوية للاقتصاد المغربي وغتزيد تطور وتقويه أكثر. كيفاش أن هذه الزيارة غتزيد تقوي أكثر الاقتصاد المغربي؟ علاش الملك بشخصه واقف على هذه الشراكة بين المغرب والإمارات؟ وشنو غتربح الإمارات بدورها من تعزيز الشراكة مع المغرب؟ وبطبيعة الحال أنا كمغربي شنو غنستافد من هذا الشيء كامل؟ هادشي اللي غنحاولوا نجاوبوا عليه في هذا الفيديو. لكن قبل كنتمنى تدعمونا بواحد ابوني في القناه، جيمو كومونتير الى عجبكم الموضوع. اول حاجه خاص نعرفوها هي ان الامارات بلد اللي كيوجه اكثر من 50% من الناتج المحلي الاجمالي ديالو للاستثمارات الخارجيه. تقريبا 24 مليار دولار كيستثمرها هذا البلد كل سنه خارج الامارات في اكثر من 60 دوله حول العالم، و50% من هذه الاستثمارات موجوده بالشرق الاوسط وافريقيا. الامارات كتحاول تنوع المداخيل ديالها وما تبقاش كتعتمد على النفط بوحده كدخل اساسي للاقتصاد ديالها. فمع التطور اللي كيشهده العالم والتوجه الكبير نحو الطاقات المتجدده، البلدان النفطيه كتعرف مزيان انه هاد الماده يجي اليوم اللي ما غتبقاش عندها قيمه، وإلا ما كانتش عندها مداخيل اخرى من غير النفط غتكون النهايه ديالها. دابا شنو حصة المغرب في هاد الاستثمارات الكبيرة اللي كديرها الإمارات حول العالم؟ الإمارات هي ثاني أكبر مستثمر أجنبي بالمغرب، بحيث أن قيمة الاستثمارات الإماراتية بالمملكة كتشكل 21% من مجمل الاستثمارات الأجنبية اللي كاينة في المغرب. وهي أيضا أول مستثمر عربي بالمغرب بقيمة استثمارات كتوصل 137 مليار درهم لحدود سنة 2021. واليوم المغرب مقبل على مشاريع استراتيجية كبرى. حيت كنقول مشاريع استراتيجية فهي مشاريع اللي كتاخد وقت طويل باش تتحقق وباش تبان النتائج ديالها للاقتصاد الوطني. هاد المشاريع اللي كتهدف لتطوير البنية التحتية لكأس العالم والما بعد كأس العالم تزيد تقوي الاقتصاد ديالنا واقتصاد القارة الإفريقية عموما، كون المغرب أصبح اليوم هو البوابة ديال القارة، وأي نجاح كيشهدو إلا وكيكون أثر ديالو على إفريقيا عامة. هاد المشاريع الاستراتيجية الكبرى كيلزمها رؤوس أموال كبيرة اللي كتجمع ما بين الخبرة وما بين الأموال، وهاد زوج شروط كيتوفروا في الإمارات. بين بلد اللي عنده رؤوس أموال كبيرة كيقلب فين يستثمرها بعيدا عن المخاطرة واللي يضمن فيها فلوسه ويكون على يقين أنه غيرجع هاد الأموال اللي غيستثمر بالإضافة للأرباح. وبلد آخر اللي كيتمتع بالأمن والاستقرار السياسي وعنده رؤية مستقبلية مشرقة ومشاريع كبرى واعدة بالإضافة لثروات متنوعة هائلة وموقع استراتيجي مهم بالخارطة الاقتصادية للعالم، لكن كيصطدم بالإمكانيات المالية المتواضعة. وهنا بدات كتلتقي مصلحة الإمارات بالمغرب. حدود الساعة من أهم المشاريع الكبرى اللي تم الاتفاق على الشراكة فيهم خلال هذه الزيارة هما القطار فائق السرعة TGV اللي كيربط القنيطرة بمراكش، واللي غيسهل التنقل بين شمال ووسط المملكة خصوصا في كأس العالم. توقعات أيضا شراكة كتهم تهيئة ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي. هاد جوج الموانئ اللي كنت دويت عليهم وعلى الأهمية ديالهم في الاقتصاد الوطني والاقتصاد الإفريقي في حلقة تحت عنوان حرب الموانئ واللي كنتمنى تشاهدوها. تم أيضا الاتفاق على شراكة من أجل إعادة تهيئة مطارات الدار البيضاء مراكش الداخلة والناظور، الشيء اللي غيزيد التوافد ديال السياح للمملكة واللي خاص يواكبوا إنشاء فنادق بمواصفات عالية. وكان هذا موضوع الشراكة الآخرى واللي هي الاستثمار بمجالات السياحة والعقار، خاصة بالمناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط بجهتي الداخلة وطرفايا، نظرا لما كتمتع به هاد جوج مناطق من مؤهلات سياحية. خلال هذا اللقاء تم أيضا التوقيع على واحد من أكبر المشاريع الطاقية بالعالم واللي غيعود بالنفع على القارة الإفريقية، القارة الأوروبية والمغرب، هو تمويل أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وتم أيضا التوقيع على شراكات متعددة في مجالات أخرى كمجال الأمن الغذائي مع المكتب الشريف للفوسفات، مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، تحلية المياه وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الهاوز. هاد الشراكة بين المغرب والإمارات واللي غتشوف حقبة جديدة من وراء اللقاء بين الملك ورئيس الإمارات
غتزيد أيضا تجذب المستثمرين اللي كيثيقوا في الإمارات وتوجههم للاستثمار بالمملكة. السؤال المطروح: كيفاش كتشوفوا المغرب من بعد 20 سنة من وراء ما تحقق هاد المشاريع الكبرى كلها على أرض الواقع؟ ما تنساوش تخليو لي الأجوبة ديالكم في الكومونتير، دعمونا بواحد أبوني في القناة. جيمي عجبكم الموضوع، والسلام عليكم.